دكتور، خلعت خلع جراحي، ممكن تقول لي ايه الاعراض اللي هحس بيها النهارده او اول اسبوع على الاقل؟ بص يا سيدي، كانك خلعت خلع عادي بالظبط. ممكن الاعراض تزيد سنه صغيره. يعني ايه؟ يعني ممكن احس بتورم بسيط كده في خدي، عادي هناخد كمادات تلج من بره كده وهتلاقي الورم ده بيقل معاك تدريجيا. ممكن احس بشويه الم شويه زياده، هنمشي على الادويه اللي كاتبها لنا الدكتور والمسكنات وبرده الالم هيقل معاك تدريجيا. ممكن نحس بنقط دم كده جوه مكان الخلع، طبيعي عادي، هنحط القطنه وهتلاقي الدنيا برده بتهدى معاك تدريجيا. بس لو الالم او النزيف استمر، تواصل مع الدكتور بتاعك علشان لا قدر الله لو في اي مشكله تانية. مش محتاج اقولك انك انت محتاج تاكل اكل ساقع وطري الناحيه التانية، وتبعد خالص عن الجرح، وتبعد خالص عن الاكل السخن والحراق والناشف. طبعا مش محتاج اقولك كمان انك محتاج توقف التدخين او اي مشروبات سخنه انت بتشربها. خلي بالك التعليمات اللي انت بتمشي عليها بعد الخلع دي هي اللي بتحميك من مشكله اكبر لا قدر الله. واحنا في عياده الشامي موجودين معاك سواء ساعه الخلع او بعد الخلع في اي وقت في انتظارك.